تخيل لو عندك جيش صغير كل يوم بيشتغل ويجيب لك فلوس. مش خيال، ده سر من أسرار الأغنياء. آدم وكريم قاعدين في الكافيه عند عم إبراهيم، قدامهم ورق ودفتر وموبايلات مفتوحة. آدم متأمل: بصراحة يا كريم، بقيت كل ما أشوف أول مكسب أفكر أسيبه يكبر، بس ساعات بحس إني ماشي بطيء قوي. كريم وهو بيقلب في الورق: عارف يا آدم، أنا بدأت أحوش العشر من كل دخلي، بس المشكلة الفلوس قاعدة في الدرج مش بتعمل حاجة. عم إبراهيم كان قاعد جنبهم كالعادة، سمع الكلام، ضحك وقام قال: الفلوس يا ولاد زي العبيد، لو قعدوا من غير شغل هياكلوا ويشربوا ويخلصوا. كريم: يعني إحنا لازم نشغلها، بس إزاي؟ عم إبراهيم: افتكروا أركاد، أغنى راجل في بابل، أول ما بدأ يدخر ما فرحش بنفسه، لأ، راح دور على فرصة ذكية يشغل فيها فلوسه، وساعتها الفلوس جابت له فلوس، والمكسب ده جاب له مكسب تاني. آدم: يعني زي سلسلة؟ عم إبراهيم: بالظبط، أول فلوس تحتفظ بيها تشغلها في حاجة بتفهم فيها، الفايدة اللي هتجيلك دي كمان تشغلها لحد ما تلاقي كل جنيه جاب معاه 10. كريم: بس المشكلة ساعات بنحط الفلوس في حتة غلط. عم إبراهيم: عشان كده شغل فلوسك في حاجة أنت تعرفها أو مع حد تثق فيه، وما تستعجلش المكسب، الغنى بيجي مع الوقت مش بالصدفة. آدم كتب في النوتة: الفلوس مش للزينة، الفلوس لازم تشتغل قبلي أنا شخصياً. كريم: طب أنا دلوقتي معايا 1000 جنيه من الأرباح، أعمل بيهم إيه؟ عم إبراهيم: افتح مشروع صغير، اشتري حاجة وتباعها، أو لو لسه بتتعلم حطها في كورس مفيد، المهم الفلوس ما تنامش في الدرج. آدم: يعني نبقى مدير على الفلوس، نوجهها ونراقبها. عم إبراهيم: أيوة يا بني، خليك مدير مش موظف، شتر فلوسك. يا صاحبي الجميل، الفلوس مش وسيلة للراحة، الفلوس وسيلة إنها تشتغل مكانك وتكتر وإنت نايم، بس لازم تفهمها وتوجهها وتخلي كل جنيه يجيب معاه جيش من الجنيهات. وصاحبك الجميل بيحكي لك: علشان تكون غني قولي في الكومنت لو معاك 1000 جنيه دلوقتي هتشغلهم في إيه؟ شاركنا بفكرة مشروع أو استثمار صغير جربته قبل كده.